السلام عليكم. عندنا اخبار كتير عن النادي الاهلي النهارده، اولها ان ترددت في الساعات القليله الماضيه اخبار بتقارير صحفيه بتقول تردد في الساعات الاخيره العديد من الانباء والتقارير الصحفيه التي اشارت الى مسؤولي القلعه الحمراء في مفاوضات مع نجم الزمالك من اجل التعاقد معه في خلال الفتره المقبله، حيث رفض اللاعب التجديد لنادي الزمالك. وعلى حسب ما ذكرته التقارير الصحفيه ان اللاعب اغلق التفاوض معه تماما. منح المدير الفني جوزفالدو فيريرا المدير الفني للنادي الزمالك تعليماته للاعبي الزمالك قبل تقسيمة اليوم خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص جوزفالدو فيريرا على متابعة اللاعبين لتنفيذ تعليماته، وذلك خلال التقسيمة التي أقيمت على ملعب أبو رجيلة بنادي الزمالك. ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة المصري اليوم الخميس في الدوري الممتاز، حيث يرغب الزمالك في العودة بعد فقدان لقب صدارة الدوري الممتاز. وكشف مصدر من مسؤول النادي الأهلي عن الأحداث التي ترددت خلال الساعات الماضية القليلة بشأن قيادة الفريق الأحمر النادي الأهلي. كما علم المصدر أن إمام عاشور تمرد على نادي الزمالك وعدم توقيعه لعقد جديد من نادي الزمالك، واللاعب يفكر في الانضمام إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة. كلنا نعرف طبعا أن اللاعب أثبت جدارته مع النادي الزمالك ومع المنتخب. نسيبنا من موضوع طاهر، اللي عمله فيه طاهر ده كانت غلطة كده، ايه، مجرد غلطة يعني. وأكد مسؤول النادي الأهلي في تصريحات خاصة وقال أن لا يوجد أي اتصالات مع إمام عاشور تماما، ولا يوجد أي تحريض للاعب على الهروب من نادي الزمالك تماما، ولا يوجد أي نية للتعاقد معه أيضا تماما، ولم نفكر في التعاقد معه في الفترة الأخيرة نهائيا، وهو غير مرشح للانضمام بالقلعة الحمراء تماما نهائيا. ويا ريت نبطل تأليف، وكل اللي عايز يعمل ترند يطلع يكتب أي حاجة عن النادي الأهلي. كفاية تأليف، مش عشان تكبر قناة أو يبقى عندك متابعين كتير تطلع تفتي وتقول أي كلام عن النادي الأهلي وخلاص. عادي، ممكن قناتك تكبر بالمصداقية برضو والله. نهاركم أهلاوي، أهلاوي أنا، والفخر ليا. وفي فيديو تاني هنزله كمان شوية عشان النت بس، عن كهربا. السلام عليكم.